هم يقتلونا بالجوع ولا يخلوا الحق ولا حياتنا لا ياخذ الحق على دكاتره راه كتبهدل دكاتره راه كتموت حسنا الله ونعم الوكيل لا ياخذ الحق لا حول ولا قوه الا بالله لا حول لنا ولا قوه الا بالله العلي العظيم واش العند لا ياخذ فيه من الحق لا ما تحملوا الدكتور انا تعتذر انا غنمشي حسبنا الله ونعم الوكيل الدكاتره كيموتوا خوتنا كيموتوا قوص عار لجميع المسؤولين كل مسؤول في هذه البلاد قوص عار ديال هاد الدكتوره ديال اكرام الطاعه حسبي الله ونعم الوكيل قوص عار لجميع المسؤولين لا ياخذ فيها مستشفى للعيشه الواقع جد صعب جدا. حنا هنا اليوم الخامس على التوالي للاسف الشديد لازلنا في الاضراب المفتوح عن الطعام، وهي معركه صعبه جدا صحيح، صعبه علينا في الاختيار، ولكن للاسف الشديد هذا الواقع. انتم كتشوفوا الحالات يوميا، هذه الحاله الثانيه في هذا اليوم ديال حاله الاغماء الثانيه، واللي الحاله الاولى خلاص ولا رجعت من السبيطار حاله صعبه. كاين الحالات الاسوء، وحنا في الايام المقبله تنتمنوا يكون فيها الخير، لان الواقع لا يبشر بالخير. هاد الناس المسؤولين هذه فرصه اننا نعاودوا نشدوهم، على الاقل تكون القلوب ديالهم شي شويه رحيمه بابناء شعبهم ودرا ولاد البلاد. هادو راه الرغبه ديالهم هي الخدمه، هي تحقيق مطلب عادي خبزي بسيط، هي الوظيفه واللي ممكن يفيدوا بهم البلاد. ولكن للاسف ما عرفناش مازال واش ما عندهمش رغبه فينا، مازال ما تعاملوش معنا، مازال ما جاوش عندنا نهائيا. كما كتشوفوا الواقع دابا ديال الدكاتره والدكتورات اللي الحالات غدا تتزاد، الحالات ديال الاغماءات متعدده، كل المشاكل اللي كثيره كنعانيوها دابا بهذه الحاله كنعانيو الويلات. كما دابا امامكم حيثما كتشوفوا الواقع. واش ذكر شي مسؤول عندكم جا شي مسؤول جا شي حكومي لحد الان الجهه الوحيده اللي كتدعم هذه الشريحه هما الناس ديال الصحافه مشكورين، اما المسؤولين راه مازال كنتمناهم انهم ياخذوا بعين الاعتبار الجمعيه الحقوقيه. شي حالات دابا داخل عندكم شي حالات كاين حالات اللي كان ديال الاغماءات، وكاين حالات ديال الدواء اللي داخلين الدراري كلهم تقريبا. فاحنا كل متيقن انه في اي دقيقه وجوج كنتوقعوا من حالات الاغماء. هي دابا الحالات اللي تسقط على الارض مباشره. الواقع ديال اخواننا هما كاين تقريبا اغلبيتهم راهم طاحوا في حاله اغماء ومشاو للمستشفيات رجعوا، ولكن الحاله صعبه دابا ديالهم وكيعانيو. كاين مضاعفات كثيره لان المحطه ليست صعبه، ولكن الواقع كما تنقولوا دائما راه العيش بكرامه على الاقل يكون افضل طبيعه الحل من الذل. واعتقد ان مذله البطاله هي اصعب مذله. اللهم احنا هذا هو الشعار اللي خديناه، الكرامه او الاستشهاد. فاعتقد انه البقاء بالجوع وبالامعاء فارغه هو افضل بكثير من العيش بمذله والعيش في بطاله وبوضع صعب جدا للمجتمع. شفنا دابا الاخوان كلهم يعني في حاله اغماء كاملين، يعني شحال المجموع ديالهم؟ هادو تقريبا كاين شويه، ولكن مازال لانهم تقريبا اليوم الخامس على التوالي ما كلاوش، وبالتالي دابا الطاقه ديالهم راه اغلبيه ما كيقدروش يوقفوا، كنساعدوهم شويه بحالات استثنائيه كيديروا الاغراض ديالهم الخاصه. والحالات الاخرى راه في نفس الوقت مازال ما بالنسبه للمستشفى شحال من حاله كاينه في المستشفى دابا؟ هذه تقريبا الحاله السابعه على التوالي تقريبا عندنا اللي مشاو النهار اللي بدينا. واخا رسالتكم من كتوجهوا؟ حنا دائما عندنا رساله واضحه وبسيطه جوج ديال الجهات. الرساله الاولى كنوجهوها للمسؤولين المعنيين بنا في التوظيف، انهم تكون عندهم رؤيه ناجحه تجاه ابنائهم، هذو ابناء الوطن، هذو ابناء الشرفاء، ابناء الدواوين والمداجع، انهم ياخذوهم بعين الاعتبار لان المطلب ديالهم بسيط. والرساله الاخيره اللي كنوجهوها لجلاله الملك بمناسبه عيد العرش انه ياخذ هذه المناسبه تكون سعيده على ابناء الفقراء وعلى الدكاتره والدكتورات، ويوظفوهم لانهم المطلب ديالهم بسيط، وهما اللي غادي يرفعوا مشعل التنميه في المستقبل. هذو هما الاجيال، هذو الان كلهم اسره، عندهم اسر، عندهم وليدات سابقين فيهم، وعندهم زوجات وامهات واباء،
واكيد بطبيعه الحال فهادو هما مش على المستقبل ديال البلاد. واذا كنا نتحدث دائما عن التنميه وعن تقدم الشعوب بالعلم، فها هما مصدر العلم ومصدر التقدم، فهادو اللي ممكن انهم يرفعوا قيمه البلاد. هاد الدكاتره والدكتورات وبمختلف التخصصات اللي هما متشردين الان واللي في فتره شهر 8 وكنعرفوا شهر 8 هي فتره العطل والاستجمام. ها هما الناس فين كيدوزوا العطل، ها الفاكونس ديالهم، ها الواقع المر اللي كنعيشوه. فهذه هي الشريحه ديال الدكاتره. فكنتمنوا المسؤولين على البلاد واللي بصح الا كانت عندهم الحس انهم باغيين التنميه والتقدم للمغرب، فهذه البدايه باش خصها تكون. راه ما محتاجينش حنا الان الرفع من الميزانيات ديال المؤسسات العموميه وديال الجامعات، لا محتاجين الاستفاده من خيرات ابناء الشعب. ويمكن لك تنتقل معايا لجهات اخرى، شوف هذه راه هو حاله، راه هذا ما كتقدرش الحاله هي كانت امس بالليل، اتى الليل عاد جبناها. حنا كنتمناو حنا كنا امل حقيقه الامر، كلنا امل كنتمناو من المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذو بناتهم وولادهم ويكونوا رحماء بهم وياخذوهم بعين الاعتبار، لان فعلا هما حنا عندنا اليقين بانهم عارفين ان ابناء الشعب راه هما لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. غير